المورد الثالث أعزائي في مجلد 60 صفحة 194. في صفحة 194 يقول بعد أن ينقل كلمات مولانا جملة من الفلاسفة المتقدمين وغيرهم، يقول في صفحة 194: اعلم قد لاح من الكلام الرديء المشتمل على الكفر الجلي أمور. يا ليت ما كفر شنو؟ خفي، كفر بواح مولانا، كفر جلي، كفر جلي. اتضح ماذا؟ التفت جيدا عزيز. الأول ما أسلفنا من أن الأنبياء كذا. الثاني، المهم هذا الثاني، الثاني أن الحكماء لم يكونوا يعتقدون نبوة الأنبياء ولم يؤمنوا بهم. هسه أنا ما أريد أطبق القواعد. أنتم إذا شخص آخر بيني وبين الله الجمع المحلى بالألف واللام يدل ماذا مولانا في علم الأصول؟ شي يدل مولانا؟ يدل على العموم. بعد هذا ذكروها مع الخلاف الموجود، ولكنه في النتيجة ما يستطيع أن يقول أنا مقصوده فقط فلان شخص، وهذا يلزم تخصيص الأكثر مولانا. نعم قد استثنى البعض كما سنشير بعد ذلك، أنه هو أساسا مرآة العقول ما له كاتب على ما كتبه صدر المتألهين، لا ذاك بحث آخر. ولكن ده أتكلم الآن، ده يتكلم عن المنهج الفلسفي. يقول لم يكونوا يعتقدون نبوة الأنبياء ولم يؤمنوا بهم، وأنهم يزعمون أنهم أصحاب نظر وأصحاب آراء مثلهم، يعني مثل الأنبياء، يخطئون ويصيبون، يعني الأنبياء يخطئون ويصيبون، ولم يكن علومهم مقتبسة من مشكاة أنوارهم كما زعمه أتباعهم. لا، فلاسفة المسلمين علومهم مو مأخوذة ماذا؟ من مشكاة الكتاب والسنة أبدا، وإنما هي آراءهم مولانا. الثالث أنهم كانوا منكرين لأكثر معجزات الأنبياء. واقعنا هذه الدعاوى، دعاوى. الآن لابد أن نرجع ونحسن واقعا يوجد هذا أو لا يوجد، فإن أكثرها مما عدوها من المستحيلات، يعني الفلاسفة عدوا أكثر المعجزات من المستحيلات. الرابع أنهم كانوا في جميع الأعصار معارضين لأرباب الشرائع. هسه مقصود تدرون شنو؟ كانوا في عموم الأعصار معارضين للفقهاء، وحيث أن الفقهاء هم ماذا؟ هم يحملون راية الشريعة، إذن من يعارضهم فقد عارض ماذا؟ فعارض الشريعة. قياس المساواة مولانا، الفقيه يساوي الشريعة، ومعارضة الفقيه يساوي معارضة ماذا؟ قياس المساواة.